صعب على ربنا والله، بس الواحد بيتكلم ان هو كان عايز بس يشتغل، عايز الناس برضو زي ما بتشوف بره تشوفه، تشوف الحاجه اللي عنده، تجرب الحاجه اللي عنده. في نفس الوقت برضو انا بعمل عروض، بعمل كمان خصومات بتوصل ل 20% و30%. فاهم الحاجات دي كلها، بس هي الدنيا تمشي. تعرف على حاجه عجبتني فيك ايه؟ ايه هي؟ اللي انت مش عايز حد يساعدك، مش عايز يعني لا انا مش عايز مساعده من حد، انا بشتغل. مم. انا عايز اشتغل. وانت دلوقتي بقيت شغال هنا انا دلوقتي؟ شغال هنا دلوقتي اهوت، وربنا مستنيني داخل على اخر الشهر اهوت، والله العظيم عليا ايجار وعليا اقساط وعليا حاجات، وما عارف لسه هعمل فيها ايه يعني لسه. محل ده ايجار مش ملك؟ لا. الشغل باسم حضرتك؟ اسامه اشرف. وحضرتك قاعد تملك ولا ايجار؟ لا انا قاعد يعتبر تمليك. تمليك؟ تمليك برضه عليا برضه فلوس برضه بدفعها كده، ما اعمل اي حاجه. اه. يعني برضه اللي زنقني هنا انا برضه كنت احاول انا اخلص ده، بدل ما انا كنت قاعد ايجار، فبحاول انا اخلص اي حاجه، وما فيش. الحمد لله. طب انا عايز اعرف حاجه بس، يعني انت دلوقتي كل اللي نفسك فيه ان انا اشتغل، الزبون اللي يشوفني يجرب حاجتي، مم. يجرب حاجته وبعد كده يحكم عليا. يجرب مثلا الرز، يجرب المكرونه، يجرب العدس، الحاجه اللي عنده، بعد كده يحكم عليا. طب ما المكرونه والرز ايه